يا جماعه عجباني قوي والله الجي تي 3 اس اي. انا عامه بحب الساعات الواوي لحد ما جت ساعات السامسونج بدات توريني شويه حاجات كده وانبهارات. بس خلينا ندي الساعه دي حقها ونشرح مواصفاتها وعيوبها. خليك معايا لاخر الفيديو عشان تعرف التفاصيل، وما تنساش تعمل لايك وشير. يلا بينا. اول حاجه انا عاجبني جدا وزنها 35.6 جرام، فده بيديك وزن مثالي واحترافي جدا. خلينا بس نلاقي الساعه دي، احنا دي عملنا عليها ريفيو بس لسه هينزل. طبعا دي الكاسلت مالناش دعوه بيها عشان الناس بتقعد تسال في كل فيديو. طيب دي الواوي، وزنها خفيف فعلا جدا. بص في الايد وانا لابسها كده حاسس ان انا هوا. عاجبني جدا الحفر اللي موجود على الساعه، السيليكون بتاعها محترم جدا وشيك جدا، والحفر بتاع واوي ووتش جي تي ده مديله شياكه كده. تمام، الديزاين بتاعها محترم جدا. بحب الفريم عامه لاي ساعه سواء بلاستيك او معدن عشان بيحميها من الصدمات، لان انا عندي مشكله مع الساعات اللي من غير فريم. اي خبطه في النوتش كده او في الحروف بتاعتها ممكن يكسر الساعه ويبوظها. وبتيجي بحجم شاشه 46 مللي وكمان اميلود، فبيديك سطوع الوان محترم. يعني بص سطوع الوان، انت بص كده، بص مش هتشوف برده قوي. ممكن لو انت عايز تشوف تفصيلتها في الريل برضو هتبقى بالنسبه لك اوضح بكتير لو انت عايز تشوف تفصيل جوده الشاشه. لو اتكلمنا عن ان هي ضد الميه فهي 5 اي تي ام، فبتنزل 50 متر تحت الميه. عاجبني جدا موضوع الرسائل النصيه ان هي واضحه جدا، تقدر تشوفها زي كده. بص تشوف الرساله كامله بالعربي مفيش مشكله، وترد عليها برسائل ثابته وحاطط لك فاليو تكست مي وكلمني والكلام ده كله. المميز بقى ان بداوا يعملوه ان هو بدا يسيب لك تكست فاضي على الابلكيشن، ممكن تخش تملاه. لو مثلا كلمني على الرقم مثلا الفلاني وتثبتها، كل ما يجي لك رساله تبعت الرساله اللي هي الثابته دي، او تبعت ايموجي. ده برضو حاجه هايله جدا بالنسبه للساعه دي. البطاريه بتاعتها طبعا واوي اجمد ناس بيعملوا بطاريات، فالبطاريه بتاعتها بتقعد معاك 14 يوم، ولو انت بتستخدمها استخدام عنيف جدا او بتستهلكها كتير جدا في الاستخدام فممكن تقعد معاك لحد 7 ايام. وزي ما قلت موضوع البطاريه عشان الخناقات بتاعته ده نسبي، ممكن يقعد معانا 14، ممكن يقعد مع حضرتك 20، ممكن يقعد مع التاني 10. فالموضوع ده تقديري ما بيني وما بينك. الجميل بقى ان هي بترد على المكالمات. كل ده احنا قلنا مزايا، بس قلنا مثلا لو سحبت ستاره الاشعارات من فوق كده هتلاقي بقى شويه مزايا. السيتنج انك تطرد الميه من الساعه، عندك فايند ماي فون، ممكن تحط باسورد على الساعه، الكشاف وتختار لون الكشاف، ودونت ديستريبيوت لو انت هتنام، منبه، سكرين اون. كل ده جميل جدا. واسحب من تحت زي كده، بص انا بس عشان عايز اشوف معاك فبي يدي لك الاشعارات بتاعتك كلها. يمين يجيب لك بقى الهارت ريت والاس بي او 2، الستبس بتاعتك، يجيب لك الطقس، السليب مونيتور لو انت عايز تعرف بقى نومك، الديب سليب والكلام ده. ابلكيشن بتاع واوي ممتاز جدا وشطار جدا في الموضوع ده. ايه بقى اللي ظلم الساعه دي؟ احنا كده قلت كل الفيديو مزايا، ودي حاجه غريبه، انا ما اقعدش اقول في كل الفيديو مزايا، لازم اطلع فيها عيوب. عيبها الوحيد السعر. هو مش ذنبها، يعني هي مش ذنبها، بس المفروض واحنا يعني نناشد شركه واوي زي اللي حصل في الفايف اي. انت النهارده كان عندك شويه مواصفات في السماعه دي هايله، بس انت حاططها في شريحه 3000 جنيه، خليتها تخبط في منافسين زي النوت 3 اي بنفس السعر، ظلمتها. يعني السماعه ممتازه جدا، تجربه المكالمات بتاعتها ممتازه جدا. نفس الفكره في الساعه جي تي 3 3000 جنيه. طب ما انا ممكن هستغنى عن براند نيم، اروح اجيب ساعه زي الكوسبيت ب 3000 جنيه او 2800 جنيه، حرفيا بتقول بابا وماما، بتعمل 50000 وضع رياضي وفيها 12 تجربه معديهم من التجارب زي الرطوبه والحراره وضد الصدمات والكسر. فهي محتاجه يعني ما تبقاش ب 6500 جنيه، يعني سعرها 6500 جنيه. هيكتب تحت طبعا صندوق الوصف السعر بالمصري والسعر بالدولار. ف 6500 جنيه رقم مبالغ فيه جدا. يعني هي كانت مثلا ب 4000 جنيه كانت هتبقى بوم، حرفيا ساعه بوم. فيعني انا شايف انها اتظلمت شويه بالنسبه للسعر، لكن مواصفاته وامكانياته وبطاريه عنب. لو بالنسبه لك السعر مفيش مشكله فيه فهي الساعه دي مناسبه جدا ليك. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه. باي باي.